وجدت الدورة العاشرة لملتقى الإعلاميين العرب والتي اختتمت أعمالها بإمارة دبي وجدت اهتماما كبيرا من الإعلاميين السودانيين الذين شاركوا في أعمالها ووصفوها بالفرصة الجيدة للتواصل مع محيطهم العربي والإقليمي لتبادل التجارب واكتساب الخبرات. وكان الملتقى خصص دورته لتناول مجريات الأحداث السياسية في الساحة العربية وانعكاسها على مستقبل الإعلام العربي. لقاء الإعلاميين العرب في دولة الإمارات العربية المتحدة جاء هذه المرة تحت ظلال الدورة العاشرة لملتقى الإعلاميين العرب، دورة ركزت بشكل كبير على مجريات الأحداث السياسية في الساحة العربية والدور المرتجى للإعلام في إدارة حوار جاد وموضوعي حول تداعياتها وانعكاسها على مستقبل المنطقة. منتدى الإعلام العربي أنا بعتبره هو الوعاء الأساسي في المنطقة العربية لالتقاء الإعلاميين العرب وإدارة نقاش إيجابي وجاد حول كافة القضايا الإعلامية وارتباطها بالمناخ السياسي. بعتقد أن نادي دبي للصحافة استطاع أن يوجد ما يمكن أن نسميه مناخ لتطوير الإعلام العربي، سواء من خلال الجوائز التي يمنحها لشباب الصحفيين أو تكريم الرموز أو إتاحة الفرصة كي نتناقش ونلتقي دائما حول القضايا الأساسية. ولكن من الإعلاميين من يرى أن ظلما كبيرا ومسؤولية أكبر يلقيها البعض على كاهل الإعلام بتحميله قضية صناعة مثل هذه الثورات. يفترض في الإعلام ألا يحمل أكثر من طاقته. يعني نحن نتحدث الآن عن الإعلام وكأنه يفترض أن يكون قائد الثورات العربية، ليس هذا دوره. الإعلام العربي والإعلام بشكل عام في كل الأحداث يجب أن يخبر، أن يعلم، وأن يوفر مادة قدر الإمكان متنوعة في تحليل الخبر. الإعلاميون السودانيون بدورهم جنوا ثمارا غضة وفوائد جمة من خلال مشاركتهم في ملتقى الإعلاميين العرب. هو منتدى يعني رائع بمعنى الكلمة، ومنتدى مفيد جدا يعني على المستوى المهني وعلى المستوى الحرفي في صناعة الإعلام وفي صناعة الصحافة، وعلى المستوى حتى السياسي، لأن هذا الملتقى يعني يتناول موضوع جديد وموضوع هو موضوع الساحة العربية الآن، اللي هو موضوع الثورات العربية والإعلام وعلاقتها بالإعلام وعلاقتها بالإعلام الجديد، إعلام التواصل الاجتماعي. وبجانب القضايا المطروحة على أجندته كان المنتدى فرصة تبادل خلالها الإعلاميون العرب خبراتهم وتجاربهم. إن منتدى بهذا الحجم الإعلامي الضخم وبحضور هذه الوجوه الإعلامية الضخمة هو بالقطع مساحة لتبادل الخبرات، لا سيما في هذا التوقيت بالضبط بعد إعلان ثورات تحريرية في الوطن العربي. بعد هذا الربيع العربي أكيد أن فيه نقطة تحول في الإعلام العربي سيشهدها العالم العربي بأجمع. على كل أغلق الملتقى أبوابه بتكريم الإعلاميين الشباب والرموز الإعلامية، ولكنه فتح أكثر من نافذة أضاءت جوانب تحكي عن تحول ينتظم الإعلام العربي مواكبة للتحول السياسي الذي تشهده المنطقة العربية. الثورات العربية ودور مواقع التواصل الاجتماعي في إذكائها هي أبرز القضايا الحاضرة في منتدى الإعلام العربي في دورته العاشرة، دورة سبرت أغوار الإعلام العربي وانعكاسه على الواقع السياسي في المنطقة العربية. إسماعيل تيسو الشروق من دولة الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي.